السلام عليكم اخواني الافاضل، طاب صباحكم اينما كنتم. راح نتعلم اليوم شلون ننصب النانو ستيشن M5 حتى نستقبل بها البث من برج معين. طبعا لازم يكون عندنا اسم البرج اللي نريد ناخذ من عنده اشارة. بالبداية نركب النانو ستيشن ونشكلها بالحاسبة وندخل على احد المتصفحات. ندخل اي بي نانو 192.168.1.20 ونقول انتر. راح تفتح لنا واجهة النانو. ننقر هنا ونبدي ندخل المعلومات. هنا نكتب UBNT اللي هو يوزر نيم النانو ستيشن، وهنا ايضا UBNT. نختار الدولة. نختار دولة كومبلينس تيست اللغة الانجليزية، ونأشر على اي اجري ونقول لوجن. راح ندخل بالنانو ستيشن، ننتظر الى ان تفتح. فتحت واجهة النانو ستيشن. الشيء الاساسي قبل ان نبدي باي عمل نروح للسيستم. بالنسبة للنانو ستيشن الام 5 نروح للسيستم، نغير اسم النانو ستيشن، نغير اسمها يعني على اسمك انت شخصيا. انا اسميها مثلا راح اخلي رقم تليفوني حتى ابو البرج يميزها 078080007099. خليت سميت النانو باسم رقم تليفوني. اجي اغير اللي هي الفقرة المهمة، اغير اليوزر نيم والباسورد مالت النانو ستيشن حتى ما حد يخترقها او يدخل عليها. اليوزر نيم والباسورد اللي هو UBNT انا اسميه مثلا على اسمي ابو بهاء، واغير الباسورد مالتها. طبعا لازم اكتب الباسورد القديم اللي هو UBNT، واخلي باسورد جديدة حسب رغبتي انا، واكرر الباسورد واحفظ المعلومات. change، انطيها change وانطيها apply وانتظر الى ان تثبت المعلومات بها. هذه الفقرة اللي سويتها حتى ما حد يقدر يدخل على النانو سواي انا، بس بشرط لازم اخبر ابو البرج، اقول له يابا اليوزر نيم والباسورد مالت النانو مالتي كذا، حتى هو يقدر يدخل عليها اذا صار عندي خلل معين. هسه ثبتت المعلومات. حاليا اجي ابدي اشتغل بالنانو ستيشن. قلنا السيستم، رتبنا المعلومات، سمينا النانو وانطيناها يوزر نيم وباسورد. السيرفيس اجي على السيرفيس ما اغير بها اي شيء. الادفانس احاول احدد مسافة بيني وبين البرج اللي اريد اشترك به. يعني قد يكون مثلا البرج على بعد 500 متر 600 متر من عندي، هو منطيك بالبداية 600 متر، فتقريبا مسافة كافية يعني ما اغير بها اي شيء. بالنسبة للادفانس المسافة محدودة. النتورك اذا اريد اغير الاي بي مال النانو ستيشن مالتي، نتورك اقدر اغير الاي بي مال النانو ستيشن مالتي. هو الاي بي الافتراضي 192.168.1.20. انا اريد اغيره، اسوي مثلا 205 من هنا اغيره، اكتب نفس الرقم واغيره، وكملت التغيير مالته. اجي اقول change واقول apply. يعني هسه انا غيرت الاي بي مال النانو ستيشن مالتي. راح بهالحاله من غيرتها راح تطلع وارجع ادخل من جديد عليها، لان الاي بي اختلف عندي، فراح ادخل عليها من جديد. انتظر الى ان ينطيني مجال حتى ادخل على هسه طلعت من عندها.
لازم ادخل من جديد عليها، انقر هنا وادخل عليها من جديد باليوزر نيم والباسورد اللي دخلتهم انا. اليوزر نيم والباسورد اللي دخلتهم اني ابو باها، هذا اليوزر نيم، والباسورد اللي اني سويته، واقول لوجن. فتحت لي الواجهه حسب اليوزر نيم والباسورد والاي بي الجديد اللي سويتهم اني. اجي على وايرلس، هنا أنا مركز الكلام، يعني هنا أنا يبدي الشغل اللي الصحيح مثل ما يقول اللي اريد اسيت عليه. المهم انا لازم تكون عندي معلومة بانه الشخص ابو البرج لازم ينطيني اسم السكتر مالته والترددات مالته. اقدر احدد الترددات من هنا، احاول احدد كل الترددات، انقر على select all، احدد كل الترددات، انقر على select all واروح للاوكي، انطي اوكي، باوي عليه هنا تحدد كل الترددات، واقول change واقول apply. هسه انا حددت كل الترددات، الشبكات اللي موجودة بالجو القريبة من عندي راح كلها تنكشف عندي. انتظر الى ان تثبت المعلومة، يعني فد 30 ثانية حتى تثبت المعلومة، وبعدين ابدي ادخل ابحث عن الشبكات. هسه ثبتت عندي المعلومة. شلون ابحث عن الشبكات؟ النانو ستيشن لازم تكون الوايرلس مود مالها يكون ستيشن، واجي ادخل على SSID، من هنا ادخل ابحث عن الشبكات. الدولة قلت لك عندي كومبلينس تيست، الشانل وجدت هنا اوتو 2040، الاوتبوت باور لازم يكون للاخير. اجي ادخل على سيلكت حتى ابحث بالشبكات، يبدي يبحث لي الشبكات اللي موجودة بالقرب من عندي. انا الشبكة اللي انطاني اياها ابو البرج حتى اشترك عنده اعرفها، ابدي ابحث عليهن. هنا أنا عندي هو ابو البرج اسم الاسدي دوت نت. هسه هذه واحدة من شبكاته الاسدي دوت نت 77 اشارتها ناقص 70. هنا أنا عندي الاسدي دوت نت 11 اشارتها 82. الاسدي دوت نت 22 اشارتها 85. الاسدي دوت نت 33 اشارتها 71. الاسدي 33 قلنا 71. ايرت لينك الاسدي 44 اشارتها 72. ايرت لينك الاسدي 55 اشارتها ناقص 67. وايرت لينك الاسدي 66 اشارتها 80. فاقل اشارة من ذول البرج اللي انطاني تردداته او اسمه، اقل اشارة هي ناقص 67، فاسيت عليها. شلون اسيت؟ اختار ااشر هذا الدائرة وانزل على change، العفو انزل على select حتى اختارها، من اشرتها اختارها، باولي ثبتت هنا الاسدي ايرت لينك الاسدي 55، واقول change واقول apply، وانتظر الى ان تثبت المعلومة اللي سيتت عليها. يعني البرج اللي او السكتر اللي سيتت عليه من الايرت لينك الاسدي، انتظر الى ان تثبت المعلومة. يعني فد 30 ثانية انتظر. هنا انا بقى جاي اتأشر ثبتت المعلومة. اجي اختبر اشارتي واشوفها، اجي على الماين واختبر اشارتي اشوف ربطت ويا البرج لو لا. طبعا المفروض تطلع هنا الاشارة، مقدار الاشارة اللي هو signal strength. انتظر الى ان يربط، يعني فد شوية، مرات يأخر ومرات لا، بس المهم كل ما تكون الناقص أكثر. الناقص المثالي يعني ناقص 50 ناقص 40 يكون هو الأفضل. هسه حاليا أنا ربطت ويا البرج، لاحظ الإشارة ناقص 64، نعم ناقص 66. المهم النويز
يعني الضوضاء 88. هذا كل ما يقل يكون أفضل، يعني ناقص 60 ناقص 70 يكون أفضل. إذا صار ناقص 98 أو 96 يعني الضوضاء هواية. السي سي كيو ما تطلع لي إلى أن أكنك على البرج. لاحظ هسه الإشارة مالتي ناقص 64. أجي أكنك ويا البرج، لازم ينطيني هو يوزر نيم وباسورد أو البرج، فأحاول أكنك وياه. نعم هسه أنا دخلت كنكت ويا البرج، رأسا كنكت ويا البرج. لاحظ السي سي كيو هذه فقرة مهمة لازم تكون دائما عالية. السي سي كيو لازم تكون دائما عالية، يعني الشيء المثالي أن تكون 99، هي مرور الوقت ترتفع. الشيء المثالي للسي سي كيو لازم يكون 99، بس أنا بحكم بعدي عن البرج بتكون السي سي كيو مالتي ضعيفة. طبعا هذا كل ما في الأمر، وهذه فد شغلة بسيطة، يعني بإمكان أي واحد يقدر يسيت النانو ستيشن بدون الاستعانة بأبو البرج، بس بشرط أنه تنطي أبو البرج اليوزر نيم والباسورد مال النانو ستيشن مالتك، حتى بأي خلل يصير عندك يقدر من يمه يدخل على النانو ستيشن ويصلح لك الأمور اللي يصير. شكرا للإصغاء، كان معكم أخوكم أبو بهاء الأسدي من العراق الناصرية.